الروينه نايضه في الاتحاد الاوروبي بسبب التوقيت الصيفي. هي ديك الساعه الاضافيه اللي ما زادت لينا حتى شي اضافه في هذه الحياه. ما بقينا عارفين لا واش النهار اللي طويل ولا الليل اللي طويل. الدول الاوروبيه اليوم كتعيش نفس القصه، ومن 2018 وهما دايرين نقاش كبير على هذا الموضوع وكيقلبوا على شي حل اللي يساليو به هاد الساعه نهائيا. فاشنو واقع في الاتحاد الاوروبي؟ هادشي كامل غادي نتعرفوه في هذا الفيديو، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو الى عجبكم الموضوع. ونبداو على بركه الله، ومرحبا بكم في قناه المستقل. في شهر 9 2018 المفوضيه الاوروبيه خرجت باقتراح رسمي باش تحيد التبديل ديال الساعه كل عام. وفي شهر 3 2019 البرلمان الاوروبي صوت فعلا باش يساليو من هذه السلسله ديال زيد ساعه ونقص ساعه، ولكن الدول ديال الاتحاد الاوروبي ما قدروش يتفاهموا على توقيت موحد. كل دوله كتشوف هذه الساعه الزايده المصلحه ديالها الخاص، شي باغي التوقيت الصيفي يبقى وشي باغي التوقيت العادي هو اللي يكون، وهكا الامور بقات واقفه. الدول الشماليه في اوروبا كتقول باللي التوقيت الصيفي كيخلي النهار قصير بزاف في الشتاء، وباقي الدول خايفه على الاقتصاد والنقل والتنسيق ديال السوق الاوروبي، حيث الى كل دوله دارت التوقيت ديالها بوحدها غادي يولي اختلاف كبير في المواعيد ديال السفر، بحال الترينات والطيارات وغيرها من وسائل النقل، وحتى الخدمات ديال الادارات والتوقيت ديالهم كلشي غادي يتخلط. وفي شهر 3 من هذا العام خرجت تقارير كتقول ان المفوضيه الاوروبيه باغيه تحيد الاقتراح ديالها بخصوص الساعه الاضافيه اللي دارت في 2018، ورجع النقاش من جديد في شهر 6 2025. وقررت المفوضيه يديروا دراسه تقييميه ويشوفوا الاثر ديال الساعه الاضافيه على جميع الجوانب بحال الصحه والنعاس والنشاط اليومي والاقتصاد، ومن بعد يشوفوا القرار النهائي اللي ما يضر لا مواطن لا اقتصاد. ولحد الساعه النظام القديم باقي هو كيبدلوا الساعه 2 مرات في العام، وحده في الربيع ووحده في الخريف. ومن بين الدول اللي ضاغطه على الاتحاد الاوروبي في هذا الموضوع كنلقاو اسبانيا في المرتبه الاولى، بحيث ان الحكومه الاسبانيه داخله حتى هي في هذا المعمعة، وخرجت بقرار باش يضغطوا في المستوى الاوروبي يحيد هذه الساعه الاضافيه نهائيا في العام اللي غيدخل 2026. حتى الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز خرج بتصريح وقال ان هذه الساعه الاضافيه ما عندها حتى شي معنى، خاصه على الصحه ديال الناس. ودار استطلاع ديال الراي على هذا الموضوع الاسبان، ولقاو باللي 66% من السكان الاسبانيين ما باغيينش هذه الساعه نهائيا. وبالرغم من هذا الشيء اسبانيا باقا ما دارت حتى شي قرار رسمي، خاصها دير اجماع اوروبي مع الدول الاعضاء ويكون قرار كيرضي جميع الدول. وإلا لغات بوحدها الساعه الاضافيه غادي تولي عندها مشاكل في الاقتصاد وفي النقل، وغيكون فارق في التوقيت مع فرنسا والبرتغال. الاتحاد الاوروبي مازال ما حسمش الموضوع، والنظام ديال تبديل الساعه مازال خدام، ولكن كاين ضغط كبير باش تحيد الساعه الاضافيه بصفه نهائيه. واسبانيا في هذه الحاله كتوجد باش في 2026 غادي يكون اخر عام غادي تبدل فيه الساعه الاضافيه، وهذا الشيء خلى النقاش هذه الايام على الساعه اللي زايده يرجع بقوه في الساحه المغربيه، ويخلي بزاف ديال المواطنين يتشكاو من هذه الساعه ومن التاثيرات السلبيه ديالها على الصحه والاقتصاد. كاين اللي كيشوف انها كتضر بجوده النوم وحتى التركيز، وكاين اللي كيشوف انها ما صالحاش للوليدات الصغار اللي كيمشيو للمدرسه في الظلام. اما في الجانب الاقتصادي كنلقاو صحاب القهاوي والمطاعم حتى هما كيتشكوا. في 30 اكتوبر اللي فات المكتب الوطني ديال ارباب المطاعم والمقاهي وجه رساله لرئيس الحكومه عزيز اخنوش وكيطالبوا فيها يحيدوا الساعه الاضافيه نهائيا، بحيث ان التوقيت الصيفي دار تاثير سلبي على النشاط التجاري والاقتصادي وحتى على الحياه الاجتماعيه ديال الناس. ومن جهه اخرى البرلمانيه حنان اتركي سولات رئيس الحكومه وكطالبوا يراجع التوقيت الصيفي اللي كيتسبب في بزاف ديال الاضرار. وخرجوا تقارير من مختصين كيأكدوا على ان هذا التوقيت اللي زايد كيأثر على البيولوجيه ديال الانسان وكيزيد في اضطرابات في النعاس وحتى في حوادث السير. هادشي اللي خلى بزاف ديال المغاربه يطالبوا الحكومه دير اعاده النظر في هذه الساعه الاضافيه، خصوصا مع التحركات الاوروبيه اللي كتحاول تلقى حل باش ترجع للتوقيت العادي بشكل رسمي. والسؤال الكبير في هذا الموضوع واش المغرب غادي يتبع اوروبا ويحيد الساعه الاضافيه حتى هو، ولا غادي يحافظ على التوقيت الصيفي بصفه دائمه؟